يأخذنا صباح كل يوم جمعة فجر، من بعد صلاة الفجر نروح للمقبرة، هاي مقبرة صليبيخات، ونقعد على قبر مفتوح ويقرأ لنا دعاء أبي حمزة الثمالي بصوت الجميل. وما لي لا أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إيوان، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. إخواني، ذكر الموت هذه الأيام أيام الزهرة، شهادة الزهرة. لذلك يقول الراوي عندما حضرت الزهراء المنية قالت يا أمير المؤمنين عندي وصايا. شنو وصاياك يا زهراء؟ أول وصية قالت أن تصنع لي تابوتا قد صورته لي الملائكة. الثانيا يا علي أن تغسلني من وراء الثياب يا علي، وأن تشيعني ليلا، ولا تجعل أحد من هؤلاء يحضر جنازتي. أويل وحين حضرتها المنية، أويل وحين حضرتها المنية، حضر عدا الوصي عند الوصي، تقل انظر يا بعد العين، والله نظر لها الوصي ومن عين الدمع خار، يقل لها تقل اشتهى يصير ومرت شبدتي يا محسن وحسين، تقل بوقت غسلي يا ابو الحسنين، اريد اللي تشوف عليها تصبر. ماذا راى امير المؤمنين؟ اسماء تقول لنا، تقول لما كان امير المؤمنين يغسل الزهراء واذا تنحى جانبا اخذ يبكي، قلت سيدي تأمروننا بالصبر ولا تصبرون؟ قال يا أسماء رأيت ضلعا من أضلاع الزهراء مكسورا، يقول أمير المؤمنين لما فرغت من تغسيل الزهراء نادت حسن حسين هلموا إلى أمكما. يقول جاء الحسن أن وقع على الزهراء، يقول والعيش الذي عاشه رسول الله، رأيت الزهراء حنت وأنت وأخرجت يديها من الكفن واعتنقت الحسنايات، وإذا منادي من السماء ينادي يا علي يا علي نحر الحسنات فإنهما والله أبكى يا ملائكة السماء.
يقول له يا حيدر يا حيدر شيل سبطين الزكية والله الشيال الحسن وحسين اخيا والله ارضها والسما حنا نسويا لجل بضعة الهاجة وينحب الدين يا والله لجل بضعة الهاجة وبنحب الدين. أمير المؤمنين شيعها دفنها أخذ يجلس عند قبرها يبكي عند قبر الزهراء يقول له يا دهري ما تقلش بعد خلي والله خلي يدخل الطاعة وعلي النوم رديت خذتها مني شمعة البيت والله ام الحسن وحسين يا نسيتي. رجع امير المؤمنين رجع الى الدار استقبله الحسن والحسين أبا أين أمنا الزهراء وين أمنا يقول رجع ويفطر المرمر ونينا والله رجع ويفطر المرمر ونينا وشبك أولاده بشماله ويمينه يقل لهم وتجري دموع عانا الخلف والله قضت امكم حزينه يا والله الخلف والله قضى يا تمكم حزين. يقول امير المؤمنين التفت والى ما يشوف زينب بيت الدعاء يقول ما راى زينب وين زينب جالسه في محراب امها جالسه في محراب امها جالسه تقبل سجاده امها تقولها يما ابوك انا من بعدك يتامى يما بقي انا من بعدك يتامى يما الليل كله ما ننام يما الدهر صوبنا بسلامه. لذلك امير المؤمنين اعتنقها زينب انا معك وتبكين زينب تقول ابويا اين كنت قال كنت عند قبر امك الزهراء تقول ابويا ليش ما وديتني ويا ليش ما وديتني وياك والله ازور امي وسعدنك على بجار ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركع. ارفعوا ايديكم